السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، الا وهي الفاينل والكونست. الفاينل والكونست دول هنستخدمهم بكثرة جدا واحنا شغالين، ومهمين جدا جدا جدا، ولكن يعني في الغالب في ناس كتير بتتلخبط بينهم وما بتعرفش تفرق بينهم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عنهم بالتفصيل جدا، ونوضح مهمة كل واحدة فيهم. مبدئيا خلينا نكون عارفين ان الفاينل والكونست دول بينطلقوا او احنا بنطبقهم حاليا، هنتكلم عنهم حاليا على المتغيرات او على المتغير. هم ما بيتموش على المتغيرات بس فقط، ولكن احنا هنتكلم او هنركز على ان هم تطبيقهم على مين؟ على المتغيرات. يعني ايه على المتغيرات؟ يعني إن امتى احتاج ان المتغير ده يكون فاينل، وامتى احتاج ان المتغير ده يكون كونست. يعني ايه الكلام ده برضه؟ طيب، خلينا نشوف. ده متغير عادي وليكن نوعه مثلا ايدج، وليكن بيساوي مثلا 22. ده متغير عادي واحنا عارفين الشكل ده وتمام، مفيش اي مشكله. طيب، يعني ايه المتغير ده فاينل؟ ويعني ايه المتغير ده كونست؟ وازاي برضه اضيفهم؟ او ازاي ان انا اطبق حاجه زي كده؟ بكل بساطه باجي هنا قبل الداتا تايب اقول له انا محتاج المتغير ده يكون كونست، او محتاج ان هو يكون ايه؟ محتاج ان هو يكون فاينل. جميل، جميل جدا. طيب، تعال نشوف الكونست دول والفاينل دول بيعملوا ايه. لو جينا بصينا هنعرف ان الاتنين معناهم ان القيمة ما ينفعش تتغير. القيمة دي ما تنفعش تتغير. يبقى الفاينل والكونست بيأدوا نفس المهمة، اللي هي ايه؟ ان القيمة دي اللي هي 22 ما ينفعش تتغير. جميل. طيب، الفرق بينهم برضو، خلينا نتكلم عن كل واحدة ونشوف كل واحدة بتقول عن نفسها ايه. هنبدأ بالكونست. الكونست بتقول انا بثبت المتغير ده، اللي هو المتغير الايدج ده، بالقيمه بتاعته اللي هي 22. هي بتثبت مين؟ المتغير بالقيمه بتاعته، ومش هتسمح بتغيير القيمه دي. ومش هتسمح بتغيير القيمه دي. يعني ايه مش هتسمح بتغيير القيمه دي؟ يعني الجزء الاولاني ان هي هتثبت المتغير ده اللي هو الادج بالقيمه دي اللي هي 22، ومش هتسمح بتغيير القيمه دي. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت له ايدج مثلا بتساوي مثلا عند 25، هيقول لك لا، انا ما بسمحش بتغيير مين؟ القيمه دي. جميل. يبقى تاني، المتغير الكونست لما تحلل متغير كونست ده بيخلي القيمة بتاعته ما ينفعش تتغير تاني أبدا. جميل، جميل. طيب، خليك مدرك إن الكونست بتطبق الكلام اللي هي بتقوله ده وقت الكومبايل تايم. ايه هو وقت الكومبايل تايم ده؟ اللي هو الوقت الحالي وانت بتكتب. يعني وانت بتكتب حاليا، يعني احنا دلوقتي شغالين اهو، صح؟ هل عملنا رن؟ لا، ما عملناش رن ولا حاجه، احنا شغالين عادي. فجيت قلت له الايدج بي بتاعي بتساوي مثلا 25، قال لك لا. ليه؟ لان هو كونست، فبيشتغل وقت الكومبايل تايم. جميل، جميل. طيب، ادي عرفنا الايه؟ الكونست. طب الفاينل. الفاينل بتقول لك انا برضو اثبت النوع ده بالقيمه دي. الله، ده نفس الحاجه. تقول لك ايوه، ولكن انا بشتغل وقت الرن تايم. يعني ايه وقت يعني ايه وقت الران تايم؟ يعني انا بشتغل بعد ما حضرتك تتك على الزرار اللي هو ران ده. يبقى الكومبايل تايم لما حضرتك بتكتب من غير ما بتعمل ران ولا اي حاجه، ده اسمه الكومبايل تايم. طب انت عملت ران وبتبدا ان انت تبص في الكونسول الحاجات اللي بتحصل، ده اسمه وقت الايه؟ الران تايم. يبقى الكومبايل تايم قبل ما تضغط على الران. طب بعد ما تضغط على الران اسمه الران تايم. يبقى تاني الفاينل بتقول انا برضو بشتغل
نفس شغلانه الفاينل الكونست، ولكن انا بشتغل في وقت الران تايم بينما الكونست بيشتغل وقت الكومبايل تايم. صح؟ جميل جدا. طيب انا عندي هقول مثلا في متغير مثلا اسمه نفس مثلا ايدج مثلا 2 يساوي 22 نفس القيمه. نحط الاند. جميل. طيب تعال نشوف. نقول الايدج 2 بتساوي 25. قال لا، ان هو برضه جايب لي مشكله. قال لا، هي فاينل اللي انت بتعملي معايا دي، انت بتضحك عليا ايه؟ انت مش انت دلوقتي بتقولي ان انا ما بشتغلش الا في وقت الران تايم؟ طب انا دلوقتي في الكومبايل تايم جايبه لي ايرور ليه؟ يعني انت دلوقتي جايبه لي ايرور ليه؟ انت كده بتضحك عليا بقى. فالفاينل ترد عليك تقول لك لا، خلي بالك، انا لو خدت قيمه في الكومبايل تايم ما بغيرهاش برضه. يعني ايه برضه؟ وضحي لي بس انت مهمتك كده، علشان انت بدات انت تلخبطيني، وعماله ان انت تميلي اكتر للكونست، وعامله نفسك ان انت مميزه. هقول لك انا كفاينل، هقول لك انا شغلتي ايه. انا زي الكونست، بحافظ على القيمه ما بغيرهاش، وزي ما قلت لك في وقت الران تايم. صح؟ ولكن لو حضرتك اديتني قيمه في الكومبايل تايم ما هغيرها. لو حضرتك اديتني قيمه في الكومبايل تايم انا ما هغيرها. هبقى زي الكونست كده. طب برضه فين الاختلاف اللي بينكم، اللي بينك وبين الكونست؟ يعني انت واخده اتجاه لوحدك والكونست لوحدك ليه؟ ايه إيه الاختلاف؟ تقول فعلا، تقول لك تمام، انا هقول لك ايه الاختلاف. هتقول لك جرب كده ان حضرتك لما تيجي تيجي عند اللي هي وانت بتعرف المتغير اللي هو الكونست، جرب كده ما تدلوش قيمه في الاول. هيديك مشكله. ليه؟ لان هي الكونست بتشتغل في الكومبايل تايم، يعني لازم تدي لها قيمه حاليا في الكومبايل تايم. ولو ما اديتلهاش، لو ما اديتش للكونست قيمه هتديك مشكله. طب جرب كده ما تدينيش قيمه في الكومبايل تايم. طب تعال تعال نشيل دي اصلا. تمام. جرب كده حضرتك ما تديليش قيمه في الكومبايل تايم. عادي هشتغل معاك والدنيا حلوه. ليه؟ لان انا شغلتي الاساسيه تركيزي كله بيكون على الران تايم. فحضرتك لو ما اديتنيش قيمه في الكومبايل تايم اللي هي الوقت، انا ما يفرقش معايا، انا مش هعمل لك مشكله. ليه؟ لان انا تركيزي وشغله فين؟ في الران تايم اللي هو بعد الران. لو انت ما اديتنيش قيمه في الران، او انا ما خدتش قيمه، انا هعمل لك مشكله زي الفاينل، زي الكونست. يبقى عرفت الفرق بيني وبين الكونست ايه؟ يبقى انا لو انت ما اديتنيش قيمه انا عادي، انا مسامحاك في الكومبايل تايم، ولكن انا في الران تايم لو ما خدتش قيمه هقلب عليك زي الكونست بالظبط. يبقى عرفنا الفرق بين الاثنين. يبقى الكونست دي ما ينفعش ما تديلهاش قيمه في الكومبايل تايم، لازم تديلها قيمه. يعني لو قلت يساوي 22 تقول لك خلاص تمام انت كده براءه. طيب الفاينل. طب الفاينل بتقول لك لا ايه، عادي انا سامحه لك ان انت ما تدينيش قيمه في الكومبايل تايم، ولكن في الران تايم لو ما خدتش قيمه هقلب عليه. وخلي بالك برضه انا مانيش لعبه في ايدك، انا كفاينل مانيش لعبه في ايدك. انت برضه لو اديتني قيمه في الكومبايل تايم انا مش هعرف اغيرها، هبقى زي الكونست. يعني انت لو جيت لي هنا برضه قلت لي هنا 25، وجيت لي هنا قلت لي الايدج 2 بيساوي مثلا 11، هقول لك لا. اقول لك خلاص، لان انت راجل اديتني قيمه في الكومبايل تايم فهتعامل معاك في الكومبايل تايم، سبتني للران تايم فهتعامل معاك برضه في الران تايم. طيب انا ازاي ادي قيمه؟ يعني انا هنا عارف انا دلوقتي المتغير الكونست ده انا اديت له قيمه حاليا 22. صح؟ ايوه بايدي دلوقتي. طب هو انا ازاي اصلا ممكن ادي قيمه وانا في الران تايم؟ ده انا لما بعمل ران مفيش
فين تو ثانيه وتلاقي ال البرنامج اتنفذ. طب انا هلحق ازاي؟ ادي لك قيمه ازاي او هدي لك قيمه ازاي؟ هي ما بتبقاش انت اللي بتديها بايدك ولا حاجه. انت بتعمل ايه؟ انت مثلا نفترض انت عايز ان انت تطبع تاريخ الوقت الان. كل مره تنفذ فيها البرنامج تطبع تاريخ الان، تطبع التاريخ اللي الوقت تنفذ فيه، ولكن مش الوقت. يعني احنا عندنا مثلا الساعه كام الوقت؟ الساعه 11 و48 دقيقه. لما اجي اعمل رن تطبع لي 11 و48 دقيقه. طب لما اجي اعمل ران بعد ساعه يطبع لي 12 و48 دقيقه. طب لو بعد ساعتين تطبع لي، لو انا عملت رن للتطبيق للبرنامج بعد ساعتين هتطبع لي واحده و48 دقيقه. يبقى انا الوقت ما اديتلهاش قيمه بايدي حاليا. هعمل ايه بقى الوقت؟ تعال نشوف كده المتغير الفاينل. نفترض هنقول عندنا حاجه اسمها متغير اسمه التايم، الديت تايم. تمام. الديت تايم ده بيساوي ديت تايم دوت تايم. هو تايم بس تقريبا. اقول له دوت تايم. نعم. انا عايز كل مره اعمل رن للبرنامج القيمه بتاعتي تكون ايه؟ تطبع لي اللي هو التاريخ بتاع الوقت اللي انا عامل فيه رن. طب هل انت الوقت اديت له قيمه؟ انت ما اديتلوش قيمه. يعني انت ما قلتليش اطبع لي 11 و49، لا. هو ما خدش القيمه حاليا، ما خدش القيمه حاليا، بس هياخدها امتى؟ في الرن. يعني حضرتك لو جيت عملت كده برنت للتايم ده، تمام اهو، غير اسمه تايم، خلينا نقول ان هو تايم بس كده عشان ما نلخبطش الدنيا. تايم. تمام. عملنا رن، هنلاقي ان هو طبع لك الايه؟ الساعه اللي هي 11، التاريخ كله اللي هي 11 و49 دقيقه. جميل. طيب شوف الوقت، الساعه عدت بقت ب 50. طب تعال نشوف كده، نعمل رن تاني، هنلاقي اتغير بقت 11 وكام؟ و50. يبقى اذا هو بياخد القيمه بتاعته في مين؟ في الران تايم مش في الكومبايل تايم. يعني هل انا جيت الوقت قلت له، لو جينا تعالى نعمل ران تاني كده، هل انا الوقت جيت قلت له ان ده، ان القيمه بتاعتك هي دي؟ انا جيت انا قلت له هنا كده القيمه بتاعتك هي دي؟ لا، ما قلتلوش كده. انا اديت له حاجه، الحاجه دي بتجيب لي الوقت او التاريخ وقت الرن، فبالتالي هو هياخد القيمه فين؟ في الوقت ده. طب شوف بقى لو جيت غيرت ده وقلت له كونست، يقول لك لا، دي حاجه بتشتغل في الرن، دي حاجه بتشتغل في الرن. طيب ازاي تحطها لي في كونست وانا ككونست عايز قيمتي حاليا في الكومبايل؟ تبقى قايله لك الكونست لا دي مش مهمتي، دي مهمه مين؟ الفاينل اللي بتشتغل في مع مين؟ مع الرن. يبقى ده عشان دي بتشتغل مع الرن يبقى فاينل. وصلت يا شباب؟ يبقى ده بالنسبه لي الفرق بين مين؟ الفرق بين الكونست والفاينل مع مين؟ مع المتغيرات. يبقى بكل بساطه نوضح تاني الفرق بينهم، ان الاتنين بيحافظوا على مين؟ على القيمه انها ما بتتغيرش. تمام. طيب ولكن واحده بتشتغل في الكومبايل تايم اللي هي الكونست، والتانيه بتشتغل في الران تايم اللي هي مين؟ الفاينل. طيب الكونست لازم تدي لها قيمه وانت شغال في الكومبايل تايم، زي ما احنا شايفين كده، لازم تقول له ايكوال كذا 22 ايكوال 5 ايكوال، لازم تدي قيمه. ولكن الفاينل زي ما انت شايف قيمتها معتمده على مين؟ انها بتاخد القيمه في وقت الران. تمام. ولكن الفاينل تقول لك خلي بالك انت لو جيت استخدمتني في الران تايم واديتني قيمه فعليه، اديتني 25 اديتني 26 اديتني 25، مش هغيرها تاني، مش هغيرها تاني. يعني مثلا تعال اقول لك على حاجه، خلينا مثلا نقول ان مثلا ده كده، ونقول ان دي مثلا بتساوي 22 55 مثلا. تمام. وهقول له ان التايم بتاعي ايكوال الكلام ده. هل ينفع؟ هل ينفع؟
رغم ان ده فاينل وده ران تايم، ده فاينل بتشتغل في الران تايم وده بتشتغل في الران تايم. بس هو قال لك لا، انت استدعيتني انت استدعيتني لما كنت في الكومبايل تايم واديتني القيمه وانا في الكومبايل تايم، يبقى ما ينفعش تيجي تستخدمني تاني، تغير قيمتي تاني. صح؟ انما عايز تستخدمني في الران تايم، يبقى انا من البدايه قيمتي تتاخد فين؟ في الران تايم. يبقى عرفنا الفرق بين الاثنين. جميل. ده كان الفرق بين الفاينل والكونست فين؟ في البريماتيف داتا تايب. هنتكلم ان شاء الله في الفيديو الجاي عن دور الكونست والفاينل في الكوليكشن داتا تايب. هنتكلم بشكل مخصص اكتر عن الليست، لان هي يعني اللي هنطبقه على الليست هيبقى متطبق في الباقي. تمام. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الفاينل والكونست مع الليست. استناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.